عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ورسالة جديدة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة. رجعت لكم فيديو يعمل 66 كيف رسالة بنينة كلها منفعة. كيك البسيسة بنين ما نحكي لكمش، انتو بتعرفوا المنافع متاع البسيسة. دونك فما برشا صغار وكبار ما ياكلوهاش، دونك قلنا علاش ما عملهاش لكم في كيك يعمل 66 كيف. تابعوني باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. فوالا كيما قاعدين تشوفوا هذوما لي زانغريديون تاعنا. دونك كيما قاعدين تشوفوا هذوما المقادير. عندنا كيس ونص سكر، الفرينة زوز نعطيكم كيسان بالضبط كي فرينة، نخدم في الكيك قداش باش عندنا تستحق. كيس عندنا ربع لهنا بسيسة، عندنا زبدة 100 باش غرام نخدمها زبدة، بالزبدة. 5 ولهنا كعبات عظم عندنا بحرارة 5 كعبات الغرفة. عظم أنا خديت خديتهم 5، اللي عنده انتوما معناها خذوا العظم 4 خاطر أكبر أنا كعبات كبيرة العظم ياخو متاعي 4، أنا صغيرين. كعبات العظم تاعي كيس صغار دونك حليب خديت 5. فاني، سكر لهنا فاني، بالنسبة وباكو للخميرة نص خديت باكو خميرة ونص، توصل حتى مركبات، 2 باكوات. وشوية فاكهة باش نزينوها من فوق. لهنا انتم مش نعطيكم لهنا لاستوش عندي كيفاش سكر الفاكهة فاني، تقعد لهنا لكم عندي شوية قاعدة فاكهة فوق كي ما بوفريوة تحطكم وزوزة، شلوطة. وعندي دونك زادة كما شوية قاعدين بيستاش تشوف باش نزين بيهم من فوق، مقادير سهلة بسيطة باش على نعطيكم الآخر. استوس نبداو باش على تخلي بركة الفاكهة الله. راكحة من فوق. ولهنا عندي الحليب متاعي كاس. دونك هذه بالنسبة لي زانغريديون. باش نتعداو تو طريقة التحضير ونمشيو مع بعضنا. هنا باش نبداو على بركة الله. أول حاجة باش نعملها باش ناخد العظام متاعي نفقسهم في البول، ومن بعد باش نزيد عليها سكر الفاني وكمية صغيرة من السكر وكمية الزبدة الكل، باش نركضها شوية. ومن بعد نبدأ خلي الماكينة متاعي تركض في العظام، ونبدأ نزيد في السكر بشوي بشوي. دونك نتحصل على خليط هكا اللون متاعو يبيض شوي ويتخدم الزبدة بالقدا وتذوب. باش نوريكم التكستور اللي وصلت لها. هكاكا نكملوا المرحلة الأخرى. لهنا كما قاعدين تشوفوا الزبدة متاعي ذابت، السكر زاد ذاب مع الخليط، وتحصلت على الخليط اللي قاعد تشوفوا فيه هكايا. تو شنو نكمل الخدمة الأخرى بيدي معناها. لهنا باش نصب كاس حليب كما قلت لكم الكيلة لهنا بالكاس، خذيت كاس حليب. فوالا صب كاس حليب وباش نخلط شوي، خلط هكا بالكدا كاس حليب يدخل في الخليط متاعي. احكي لكم مش معناها ياسر بنينة الكيك، بالحق ياسر جربوها ما تندموش. ما تنساوش باش تعملوا لي جيم، بارتاجيو الفيديو مع اصحابكم، هكاكا نزيد نهبطلكم فيديوهات برشا فيديوهات جدد. دونك لهنا توا باش نغربل الفرينة متاعي. بالنسبة للفرينة لازم تكون مغربلة، ناخد بشوي ونغربل كما قلت لكم. انا خديت 2 كيسان فرينة. دونك الفرينة تفرق من معناها من واحد لواحد، تشوفوا التكستور خاطر نوع الفرينة يفرق. تشوفوا التكستور نوصل لها وانتم كالعادة تخدموا عليها. انا باش نكمل نغربلها في كمية الكل. كيف كمية البسيسة زادا لازم تكون مغربلة، باش كان فما كعابر ولا حاجة تتنحى. البسيسة هي البسيسة العربي متاعنا التونسية اللي فيها كما نقولوا القمح والشوفان وحبة حلاوة حسيلو اللي معناها من مجاميع، فيها زاد حاطة فيها اللوز كل شيء حسيلة خروب
عصير بسيسة تونسية على أصولها بكلها منافع. فوالا شوف خرجت منها معناها، لذيك قلت لكم لازمكم تغربلوها. لهنا باش نحط الخميرة فاني متاعي زادة باش نغربلها، وباش نرجع نكمل كمية الفرينة متاعي الكل. لهنا باش نكمل نخلط بالقدا بالقدا ونكمل نحط كمية الفرينة الأخرى ونرجع لكم. دونك بالنسبة للفاكهة باش ناخد مغرفة فرينة، دونك ونحط هكا جوست شوي معناها، نحطهم على طرف الفاكهة متاعي ونخلطها هكاكا بالقدا ونخليها لها على جنب هكاكا تقعد لي قاعدة من فوق وما تطيحليش الجماعة اللي يشكيو من معناها الفاكهة تهبط لوطا وما تبقاش الفوق. طريقة سهلة وما فيها حتى شي، يجيك المنظر ما شاء الله. دونك لهنا باش نعبي المول متاعي وباش نحطو على درجة 180 درجة 180 من فوق من لوطا مدة ساعة غير ربع، وخليه يطيب على راحته. واللي الفور متاعو معناها عالي برشا يحاول ينقص الأقل درجة معناها ويخليها تطيب أقل. لهنا حطيت كوش لولا وحطيت شوية فاكهة ومش نحط الكوش الثانية ونزينها من فوق. جات خفة ما نحكيلكمش على البن. دونك كيما قلتلكم باش نحطوها في الفور ونرجع لكم. لهنا كيما قاعدين تشوفوا قاعدة نستوي فيها هاك الحركة هذي نعمل هكا خذها شوي باش نستويها على الجناب. دونك وتوا باش نزينها بالفاكهة من فوق ونحطها كيما قلت لكم في الفور على درجة 180 من فوق ومن لوطا مدة ساعة غير ربع. لهني كيما قاعدين تشوفوا الكيك متاعي حضرت ما شاء الله. الريحة كي تبدا تطيب الريحة تفوح هكا ريحة البسيسة ما شاء الله تهبل تهبل تهبل. دونك لهنا باش نقلبها وباش نشحرها بشوية سيرو، نعملو شوية سيرو كاس نصف كاس سكر عليه نصف كاس ماء شوية قارص هكا ونشحرها من فوق باش تعمل لك اللمعة وكل تجيني كالفاكهة هكا فيش يعني طرية هكا تطرالي من فوق تبدا هكا تلمع بنينة. كهو هذه الريسيت لليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش باش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات الجديدة. وما تنساوش زادا باش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وتعملوا جيم للفيديو. مرحبا بكم الناس الكل، استناونا في فيديو جديد وريسيت جديدة على قناتكم كيكي كويزين تونيزيان. باي باي.